تعالَ أقول لك على أهم 3 أماكن تهتم بيهم جدًا وأنت بتغسل أسنانك، علشان هي دي أسرع أماكن بيتكوّن فيها الجير أو التسوس، فلو مش بتهتم بالأماكن دي كويس جدًا، اعرف إن المشاكل هتبدأ من هنا. أول مكان وهو الأسنان الأمامية السفلية من الداخل جهة اللسان، ليه بقى؟ عشان هنا بيتم إفراز اللعاب بكمية كبيرة جدًا، اللعاب ده بيحتوي على الminerals أو المعادن، المعادن دي بتعمل إيه؟ المعادن دي بتخلّي طبقة البلاك دي المادة اللي بتتكون على أسنانك لما يعدي يوم واحد بس ما بتغسلهاش، بيتكون عليها طبقة طرية كده بيضة، لو عملت الضفرة كده على أسنانك هتلاقيها موجودة على إيدك، دي اسمها البلاك. لما يتراكم جواها المعادن اللي جاية مع اللعاب بتتحول لمادة صلبة اسمها الجير، عشان كده هو ده أكتر مكان دايما بيتراكم فيه الجير بسرعة جدا لو ما اهتمتش بيه في الغسيل كويس قوي. تاني مكان بقى وهو الضروس العلوية من بره جهة الخد، ونفس السبب اللي قلناه على الأسنان اللي تحت هو السبب اللي هنا، نفس الكلام بيتكون الجير هنا بسرعة برضو علشان الغدد اللعابية اللي موجودة في المكان ده، وكمية إفراز اللعاب في المكان ده بتبقى عالية جدا، وبالتالي هيتكون الجير بسرعة جدا. تالت مكان وهو المسافات أو الفراغات اللي موجودة ما بين الأسنان وبعضها. بعض الناس بيكون عندهم فراغات ما بين أسنانهم، الفراغات دي لازم الفرشة تعدي فيها، ولو الفرشة مش هتعرف توصل لكل الفراغات دي خصوصا في الضروس يبقى لازم نستخدم الدنتال فلوس أو خيط الأسنان علشان نقدر ننظف الفراغات دي من بواقي الطعام اللي موجودة فيها، لأن دي بقى هي أسرع أماكن بيتكون فيها التسوس ما بين الأسنان وبعضها. فالناس اللي بيغسلوا أسنانهم كل يوم ولسه بيتراكم عندهم جير بسرعة أو أسنانهم بتسوس غالبا مش بيهتموا بالأماكن دي كويس جدا أثناء الغسيل. لو المعلومة دي كانت مفيدة جدا ليك أتمنى تدعمنا بلايك للفيديو وتشيره للناس، وما تنساش تعمل فولو للبيج لو بتتابعنا على الفيسبوك أو الانستجرام، وتعمل سبسكرايب لو بتتابعنا على اليوتيوب، واستنونا في فيديو جديد بمعلومة جديدة. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، وإلى اللقاء.